سيدنا السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر ومغفرة الذنوب. اليوم غادي نتكلموا على رمضان ورمضان في 2013. كما كتعرفوا هذا رمضان جا هو اقصر رمضان وجمع البرد والشتاء لدرجة ان المواطنين فزقوا لينا بالماء. كنخدموا نص نهار ونص نهار كنجيو لهاد الساقيه هادي كنتبردوا فيها بحر رحمة الله. هذا هو البحر ديالنا حنا، ما عمر هاد الماركه في الحراره عقلنا عليها. اليوم ما خدامين وجينا نتبردوا مع الدراري. قرنا اخويا قرنا وحنا صايمين، لا ما نجيو نتبردوا. ولمن يرجو العافيه وقضاء فرض الصيام بامان ما عليه سوى الالتزام بهذه النصائح. ومع ذلك الناس كتصبر 14 ساعه وكتمشي لخدمتها، ما كاين لا صداع لا والو كيف العاده. إذا كنت تعلم أن المغرب يصوم 14 ساعة والسويد الشقيقة 21 ساعة، فكم عدد البيضات الذي كريديتي من عند البيسري؟ واللي مبلي ولا كيكمي معروف فيهم طيبة القلب وحسن المعاملة. بيان سور كيتسنى إمتى يودن باش يفطر لك بالكارو على الريق، وبحال خدام السيد بالهيدروليك وكيدوز لك الملائكة. كل نهار كيبوق على واحد، هكا ملك اليمين، هكا ملك الشمال، هكا مال البوريكو، هكا مال البورو، هكا السباس، هكا العفيون. ساكن دوك الملائكه يقيلوا غير بخاخن بحال الشمندوفير، نهار كيماتوا الحمد لله اللي ريحنا من هاد الخيا الله. وكاين اللي مهاني راسو من رمضان ودار بالك بنعسه وجابد عليه، بحال واحد السيد عايش بوحدو ديما جابد عليه ديما ناعس كيفيق لك حتى المغرب، ولكن هاد المره فعاد ما يفيق لك المغرب فاق لك حتى الفجر. شنو هو الشعور ديالك وصمتي يومين متتاليين؟ صيام يومين متتاليين، ما حكم الشريعة في هذا الأجر العظيم؟ يزيد نهار الثالث يموت. لذلك مشيت عند شيخنا باش نسوي على الدارة ديال النعاس في رمضان، وقال لي مشكلتي في رمضان هي النوم حتى آذان المغرب، فهل صيامي صحيح؟ نعم صيامك صحيح يا خويا. وإلا كنت انت من النوع اللي يتقلق ويسب ويضرب وتغلبوا الشمه والدخان والقهوه كحله، ارقد خير، ارقد اقعد ما نشوفكش كاع. أليس كذلك؟ بلى وهو كذلك. ما علينا غير كيفيق من نعاسو. كيتسنى امتى تغرب ديك الشميشه حاضيها. غير كيودن. هذه هي الفرصة، وفرصة سانحة للتسجيل. يلا بطل، يلا بسلة ويوزع وقول واتكل. خلطي ما تجلط، ما عرفنا واش عندك معده ولا مولينكس. عا كيعرقها كيوقفوا عليه الضرائب. داكشي علاش اليوم غادي ننصحكم بخمسة نصائح اللي غادي تفيدكم في ماكلتكم في رمضان. داكشي علاش كنصحكم تاخذوا 3 تمرات، لان فيه السكر كيذوب في الدم ومزيان اللي فيه الدوخه، صداع الراس والعيا. من ورا تاخذوا الماء اولا العصير اولا اللبن باش يحيد كاع داك النقص اللي عندكم في السوائل. من بعد كنصحكم بانكم تاخذوا لكم الصوبه لان فيها بزاف الفوائد ومزيانه لصحاب المعده. من بعد تبعوها الشلاضه، ومنين تساليو الشلاضه عاد فاش تشوفوا لكم اللحام اولا الحوت اولا داكشي اللي كديروا في الكميله الا كديروا الكميله. وفي السحور ما تاخذوش حاجه ثقيله، خذوا لكم شي حاجه خفيفه بحالاش عندكم الرايب، دانون، اللبن الى اخره. سيدنا نسالي الحلقه تاع اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم، وما تنساوش تابونوا في لاشين ولا باج فيسبوك، ولا عجباتكم لا فيديو بارطاجيوها، ما عجباتكمش شنو هو تبارطاجيش ليا الفيديو ديالي وما عرف غنشد هاد المخده نضربها لك على وجهك، فهمتي؟ وما عرفت غودزيلا واقفه وليداتها طايرين بها، فهمتي؟ غودزيلا واقفه وليداتها طايرين بها. This is not a game.
فهمتي؟ وتواضع معانا صاحبي، تواضع معانا وبارطاجي الفيديو. صافي راك شاركتي معنا في الكاميرا الخفيه. بصح اخويا مثلت مزيان. جيت شي هواده. بصح شحال كتاخذوا في الحلقه؟ 13 مليون. الله يحفظك. وشحال جاني؟ دوز عندنا البيرو غنتفاهموا معاك. السلام عليكم.